الفيلم بيبدأ مع زعيم عصابة راجع من السفر في طيارته الخاصة وبينزل منها ويركب العربية مع الحراس بتوعه في طريقه للبيت، وأول ما بيوصل بيحط الساعة بتاعته في الأوضة وبيجهز نفسه عشان ينزل حمام السباحة، وأول ما بيعوم فجأة بيلاقي ساعته مرمية تحت في قاع الحمام. بيستغرب جدا وبيغطس عشان يجيبها، بس فجأة بيهجم عليه شخص كان مستخبي تحت المية وبيخنقه لحد ما بيغرقه تماما ويموته. في اللحظة دي واحد من الحراس بيلاحظ إن الزعيم مش بيتحرك، بس القاتل كان ذكي وحرك جثة الزعيم عشان الحارس ما يشكش في حاجة، وبعدها بكل هدوء بيخرج من حمام السباحة وهو لابس ملابس الغطس وبيجهز نفسه للهروب. وفي الوقت ده الحراس بيكتشفوا ان الزعيم اتقتل والبيت كله بيتقلب فوق تحت. القاتل بيستغل الفوضى وبيروح للمطبخ وهو لابس لبس الطباخ، وفعلا بيقدر يخرج من البيت من غير ما حد يشك فيه. وبعدها بيروح ناحية الجسر وبينط في البحر ويمسك في مركب عدى جنبه وبيهرب بكل احترافية بعد ما نفذ مهمته بنجاح. بعدها بيركب عربيته ويتحرك لحد ما يوصل عند مركب ويركب فيه ويمشي في البحر لحد ما يوصل بيته. واول ما يدخل بيته يحرق كل الورق والمعلومات اللي ليها علاقة بالمهمة عشان ما يسيبش اي اثر وراه. وهنا بنعرف ان الشخص ده مش مجرد قاتل عادي، ده ارثر بيشو، القاتل المأجور اللي بيقدر ينفذ عمليات الاغتيال باعلى درجه من الاحترافيه من غير ما يسبب اي دليل وراه. الراجل ده عنده اسلوبين في شغله، يا اما يقتل الضحيه بطريقه تخليها تبان كانها حادثه طبيعيه، يا اما يقتل حد ويوجه الشك لشخص تاني بحيث الكل يفتكر ان هو اللي عملها. المهم ان دايما بيخلي العمليه نظيفه وكأن مفيش اصلا قاتل محترف ورا الجريمه. تاني يوم ارثر بيخرج من البيت ويركب المركب، وبعد شويه بيوصل لمطعم ويقابل صاحبه هاري. بيقعدوا يتكلموا شويه وارثر بيبلغه انه نفذ المهمه بنجاح. هاري بيبتسم وبيقول له مفيش حد احسن منك عشان كده بيدوك اصعب العمليات. هاري كمان بيحاول يوضح لارثر انه مش مجرد قاتل محترف، انت بتحارب كانك جندي في معركه. وسط الكلام ارثر بيساله عن ابنه ستيف، وهاري بيعرفه انه كان جاب له وظيفه في شركه امن لكن للاسف اتطرد منها، والسبب ايه؟ ان ستيف ضرب واحد وكان هيموته. وهنا هاري شكله محبط من ابنه طول الوقت وحاسس انه مش قادر يعتمد عليه. بعدها ارثر بياخد منه فلوس العمليه اللي نفذها وبيرجع البيت عشان يجهز للمهمه الجايه. تاني يوم بتجيله مهمه جديده، بس الصدمه انه مطلوب منه يقتل هاري. ارثر بيتردد، مش قادر يستوعب انه المفروض يقتل صاحبه وزميله في الشغل. بيحس ان اكيد في حاجه غلط، فبيتصل بالناس اللي بيطلبوا منه تنفيذ العمليات وبيقول لهم المعلومات دي اكيد فيها حاجه غلط، لكنهم بياكدوا ان كل حاجه صح. وعلشان يتاكد بنفسه بيطلب يقابل دين الرئيس المسؤول عن المهمات. دين بيوافق وبيبعت له طياره خاصه عشان توصله للمكان اللي هتقابله فيه. واول ما ارثر يوصل بيقابل الحارس الشخصي لدين، وبعدها يدخل يقعد مع دين وبيساله مباشره ليه عايزين تقتلوا هاري. دين بيشرح له ان من فتره بعتوا 5 عملاء عشان ينفذوا عمليه مهمه جدا، لكن الهدف هرب منهم والخمسه اتقتلوا، وده معناه ان في جاسوس بينهم. وبيكمل كلامه وبيقول له تفاصيل اي مهمه بيكون عارفها شخصين بس، وفي العمليه دي الشخصين الوحيدين اللي كان عندهم المعلومات هم انت وهاري. وبرضه ده مش كفايه، بيقول له كمان انهم اكتشفوا ان حساب هاري اتحول عليه فلوس كتير بشكل مريب. دين بيوضح لارثر ان هاري كبر في السن، بقى ضعيف وعنده ديون كتير ومشاكل عائليه غير مشاكله مع ابنه ستيف. وبيقول له انه عارف انه كان مخلص للشغل معاهم طول السنين اللي فاتت، بس دلوقتي بقى خطر عليهم وعشان كده لازم يتخلصوا منه. وبيأكد له انه مقدر علاقاتهم القويه، لكن هاري بيعرضهم للخطر ولازم حد يخلص عليه. وهنا بيضغط عليه اكتر وبيقول له انت اكتر واحد مناسب للمهمه لانك اقرب واحد ليه. وفي النهايه بيديله مهله يومين بس عشان ينفذ المهمه، ولو ما عملش كده هيجيبوا واحد تاني غيره ينفذها. ارثر بيرجع البيت وقاعد يفكر في اللي سمعه، مش قادر يقرر يقتل صاحبه ولا يلاقي طريقه تانية. في اللحظه دي عقل مشوش ومش عارف يعمل ايه. وفي الوقت ده هاري كان في شغله، فجاه بيرن عليه تليفونه. ارثر بيتصل بيه. ارثر صوته كان جاد جدا وبيحذره لازم تخرج من المبنى فورا، هم ناويين يقتلوه. هاري بيستوعب الخطر، بياخد مسدس ومقص بسرعه وبيخرج من المكتب، واول حاجه بيعملها بيستخدم المقص عشان يفصل الكهرباء عن الدور اللي فيه. وفي اللحظه دي كاميرات المراقبه بتتعطل والمكان كله بقى ضلمه. ارثر كان بيساعده وبيوجهه على الطريق الصح للهروب لحد ما هاري يوصل عند الجراج، لكنه بيتفاجئ عربيته متكسره تماما. وفجاه بيظهر ارثر قدامه، وهنا هاري بيبدا يفهم الحقيقه. ارثر خلاه بنفسه يعطل الكاميرات علشان محدش يشوفه وهو بيخرج من المبنى، وكمان دمر عربيته عشان لما يجي يقتله تبان انها حادثه سرقه وان في حد كان بيحاول يسرقه وقتله. هاري بيستوعب اللي بيحصل، بياخد نفس عميق وبدل ما يقاوم بيطلع مسدسه ويضرب نار على عربيته، بيحاول يثبت اكتر ان دي عمليه سرقه. وبعدها بيسلم المسدس لارثر ويقول له اتفضل اقتلني بيه. ارثر بيبص له في صمت ويساله ليه ما حاولتش تقتلني انت. هاري بيرد بهدوء لانهم هيبعتوا ناس غيرك لو ما عملتش كده، وانا بفضل انك انت اللي تقتلني. ارثر ملامحه جامده لكنه من جواه متردد، بيصوب المسدس ناحيه صاحبه ويضغط على الزناد. هاري بيموت قدامه. ارثر بيقف للحظه مفيش اي تعبير على وشه، لكنه من جواه محطم لانه اضطر يقتل صديقه الوحيد بنفسه. بعدها ستيف بيروح عند قبر ابوه هاري عشان يودعه، كان واقف هناك لوحده ساكت مش عارف يحس بايه، بس الواضح انه متضايق وزعلان في نفس الوقت. ستيف ده كان شخص مهمل متهور ومدمن مخدرات، حياته كانت ماشيه بشكل عشوائي من غير اي هدف. وبعد شويه ارثر بيظهر وبيتكلم معاه بيحاول يواسيه في موت ابوه، لكن ستيف كان واضح عليه انه مش مهتم باي حاجه.
حاجه. واثناء الكلام ستيف بيطلب من ارثر انه يوصله لبيت ابوه، وفي الطريق ارثر بيحاول يفتح معاه موضوع ابوه، بيقول له ابوك كان بيحكي لي عنك كتير، كان نفسه يتصالح معاه، لكن رد ستيف كان حاد، ابويا كان يقدر يتصل بيا في اي وقت. ولما بيوصلوا البيت بيشوفوا صور هاري لما كان ضابط في الجيش. وقتها ستيف بيدي لارثر صوره قديمه لابوه ويقول له احتفظ بيها. بعدها ستيف بيقول حاجه تخلي ارثر يحس بالذنب اكتر: حسابات ابويا في البنك فاضيه، والبنك هيحجز على البيت ومش هيتبقى ليا اي حاجه. وبعدها بيقول انا لازم انتقم من سارق العربيات اللي قتل ابويا، ازاي حد يقتل راجل عجوز قاعد على كرسي متحرك؟ ارثر كان واقف ساكت حاسس بزعل وضميره بيأنبه بس مش قادر يرد عليه. ستيف بيدور على انتقامه بطريقته. وبعد ما مشي ارثر، ستيف قعد لوحده اليوم كله يشرب كحول وياخد مخدرات. كان واضح انه مش متحمل اللي حصل والغضب مليه. وبالليل بيركب عربيته ويروح يقف في شارع ضلمه، وفجأة بيجي شخص يكلمه يسأله لو كان عايز مساعدة. الشخص ده كان سارق عربيات، وفجأة بيطلع مسدس وبيهدد ستيف عشان يسرق منه العربية، لكن قبل ما يقدر يعمل اي حاجة ستيف بينزل عليه ويهجم عليه بكل غضبه. كان فاكر انه الشخص اللي قتل ابوه، ففضل يضرب فيه بكل عنف لحد ما قرب يموته. لكن فجأة ارثر بيتدخل في اخر لحظة، بياخد منه المسدس وبيهدد سرق العربيات. لو حد سألك عن اللي حصل قول له انك وقعت، انت فاهم؟ بعدها بيتكلم مع ستيف بجدية وبيقول له كلام مهم: ما ينفعش تقتل حد وانت عندك دافع، لانك كده بتحط نفسك في موضع استهداف. وبهدوء بيقول له اركب عربيتك وامشي. وبعد كده بنيجي اول خطوة في طريق القتل. اليوم اللي بعده ارثر كان في المحل بيشتري شوية حاجات. فجأة بيظهر ستيف بيقرب منه وبيقول له بصوت واثق: انا عايزك تعلمني الحاجات اللي انت عارفها. ارثر بيرفع حاجبه وبيسأله تقصد ايه؟ ستيف بيرد عليه بجراءة: انا عارف انك قاتل، وابويا كمان كان قاتل، هو كان معلمك وانت لازم تساعدني وتعلمني زيه. لكن ارثر بيرفض على طول وبيقول له ارجع البيت يا ستيف. وستيف بكل برود بيركب عربيته ويمشي. في نفس اليوم بيروح ارثر عند البحر ويقف يتأمل في مركب كان عينه عليه من زمان. الحارس هناك بيشوفه بيقول له لسه معروض للبيع، لو عجبك اسمع قلبك واعمل اللي نفسك فيه. ارثر بيسمع كلامه بس تفكيره مشغول بحاجات تانية. بيرجع البيت بيشوف صورة هاري وبيحس بالندم والحزن. وفي اللحظة دي بياخد القرار انه يساعد ستيف بس بطريقته. اول درس في ملجأ الحيوانات. تاني يوم ارثر بيتصل بستيف ويطلب منه يقابله في مكان معين. ستيف بيروح بسرعة لكنه بيتفاجئ وبيسأله: احنا في ملجأ الحيوانات، ايه علاقة دي بأي حاجة؟ ارثر بابتسامة غامضة: احنا هنا عشان تتبنى كلب صغير. ستيف كان متلخبط بس ارثر بدأ يشرح: الميكانيكي مش مجرد قاتل مأجور، هو بينفذ عمليات وعنده اهداف معينة. ستيف بكل ثقة وبيرد عليه: وانا اقدر اعمل كده وابقى زيي. لكن ارثر بيهز راسه وبيقول له بكل هدوء: انت ما تعرفش حاجة. ستيف يعترض ويقول له: انت تعرف عني ايه؟ وهنا الصدمة. ارثر بيبدأ يحكي له عن حياته بتفاصيل مرعبة، عارف اسمه بالكامل ومكان ولادته، وعارف ان امه ماتت وهو طفل، وعارف انه فاز بمنحة دراسية لكنها اتسحبت منه بسبب المخدرات، عارف برضك انه عنده 4 قضايا بسبب التهديد والاعتداء، وكمان عارف ان رجله اتكسرت في قتال شوارع وهو ما قالش لحد. ستيف كان مصدوم بس مش مستوعب هو جاب المعلومات دي منين. ارثر بيكمل كلامه بجدية وبيقول له: الشغلانة دي محتاجة شخص عقلية معينة وانت دلوقتي مش مستعد. وبيحذره وبيقول له: الانتقام مش هيجيب لك غير الموت، ما تعملش حركات غلط زي اللي عملتها مع سارق العربيات. قبل ما يمشي بياخد نفس عميق وبيقول له اخر نصيحة: خد الكلب ده واهتم بيه، كل يوم تروح بيه لمطعم معين وتعامله كويس. ستيف كان لسه مش فاهم اللعبة بس دي كانت اول خطوة في طريقه الجديد. بعد كده هنيجي على المرحلة التانية: التدريب على القتل. ارثر بدأ يعلمه استخدام الاسلحة والتدريب على التصويب، ومستوى ستيف بيتطور بسرعة. وبعدها بيديله كتاب عن فن القتل ويقول له: انت لازم تفهم ان شركات التأمين عارفة كل الطرق اللي الناس بتموت بيها، فانت لازم تبقى اذكى. وفي نفس الوقت البنك بيحجز على بيت ابو ستيف، فبيضطر يعيش مع ارثر في بيته. وهناك بيشوف عربية ارثر اللي بقاله سنتين بيحاول يصلحها، وبيبدأ يحس ان رغم كل حاجة ارثر عنده كمية صبر غريب. وفي يوم بياخد ارثر ستيف معاه لمهمة حقيقية لأول مرة، اول درس عملي في القتل. بيروح ارثر لبيت شخص وبيقابل واحد هناك بيظن انهم جايين لشغل، بس فجأة ارثر بيهجم عليه، بيمسكه من رقبته وبيخنقه لحد ما بيموت. وبعدها بيرتب شغله بحيث يبان كأنه انتحار. وستيف هنا كان مصدوم، لأول مرة بيشوف عملية قتل قدامه في البيت. ارثر بيوريه المعلومات اللي كان مجمعها عن الهدف، وبيعرفه ان الشخص اللي قتله كان تاجر اسلحة بيبيع لاي حد بدون تفكير. وهنا بيسلمه اول مهمة ليه. الهدف اسمه بور، قاتل محترف بيقضي كل صباح في نفس المطعم وبيحب الكلاب الصغيرة. ارثر كان مخطط ان ستيف يتقرب منه، عشان كده خلاه يروح المطعم كل يوم مع الكلب. وفعلا بورك لاحظه وبدأ يتكلم معاه. ستيف بيمثل دور الشاب الوحيد المنعزل، وبورك صدقه بسرعة. ارثر كان مجهز له الخطة، قال له هتديله المخدر وهيموت بهدوء بدون اي مقاومة. بس ستيف كان عنده خطط تانية. الليلة اللي اتغير فيها كل شيء بالليل بيروح ستيف مع بورك بيته وبيسهروا مع بعض، وكان معاه الجرعة اللي هتقتله بسهولة. بس فجأة افتكر احساس ارثر وهو بيقتل الشخص بايديه، وقرر انه يعمل زيه. بدل ما يستخدم المخدر قرر انه يقتل بورك بنفسه. بورك بيعرض عليه يبات عنده وستيف بيوافق رغم تحذيرات ارثر ان الراجل ده وحش بشري، المواجهة القاتلة. في بيت بورك ستيف بيحاول
ويخنقه، لكن الكارثه بتحصل. بورك كان اقوى واضخم بكتير، بسرعه بيقلب ستيف وبيبدا يضربه بقوه وحشيه. القتال كان عنيف جدا وستيف كان على وشك الموت، لكن في اللحظه الاخيره بيمسك مفك ويطعنه بيه في بطنه. بورك بيرد بضربه قاتله وبيوقعه على الارض، لكن ستيف بيوصل لحديده وبيضربه بيها بكل قوته وبيفضل يطعنه لحد ما يموت. بعد كده ستيف رجع البيت، والمفاجاه لما بيرجع ارثر كان منتظر. اول حاجه قالها له انا قلت لك تستخدم المخدر مش تدخل في قتال معاه، لكن ستيف كان مبتسم وقال له انا نفذت اول عمليه قتل بطريقتي. ارثر بص له ببرود لكنه كان عارف ان الامور بدات تخرج عن السيطره. بعد كده هنيجي على تسليم الفلوس، والمفاجاه بعد تنفيذ المهمه الاولى ارثر بيستلم صندوق مليان فلوس، لكنه كمان بيلاقي التليفون مجهول بيرن. المتصل الرئيس دين بيقول له انت ما نفذتش المهمه بنفسك، جبت واحد تاني يعملها ودي ضد الاتفاق. لكن ارثر بيرد ببرود انا اتفقت مع هاري مش معاك. وهنا دين بيساله سؤال خطير، هل ستيف يعرف انك قتلت ابوه؟ ارثر بيسكت للحظه ويتجاهل السؤال تماما ويطلب تفاصيل عن المهمه الجديده. دين بيقول له المهمه هتبقى قتل زعيم الطائفه اندرو فون، والزعيم فون جمع ملايين الدولارات من المحاضرات التلفزيونيه والبرامج الدينيه، وكان عنده عشيقه ماتت بسبب الاجهاض، والتحقيقات اثبتت ان الجنين كان ابنه، وكمان دفع فلوس عشان يخفي القصه دي، لكن ناس كتير عايزينه يختفي للابد. وهنا ارثر وستيف بيسافروا لشيكاغو لتنفيذ العمليه، وهنا بيراقبوه ويخططوا انه يموتوه. التسلل الى الفندق، ارثر وستيف بيزرعوا كاميرات مراقبه في اوضه فون، بيقعدوا يراقبوه طول اليوم ويشوفوا انه عنده دكتور بيحقنه بالكتامين. وهنا مشكله كبيره ان الكتامين بيبطل مفعول الادرينالين اللي كانوا هيديهوله ويموتوه، يعني الطريقه اللي خططوا ليها مش هتنفع. الخطه البديله القتل اليدوي، قرروا ينتظروا لما فون يبقى لوحده ويخلصوا عليه. التنفيذ قتل فون، لما الدكتور والحارس خرجوا ارثر وستيف بيقتحموا الاوضه بيخنقوا فون بايديهم لحد ما بيموت بدون صوت، لكن فجاه والكارثه حاجه منهم بتقع وهم بيهربوا، وبيكتشف الحراس وجودهم. ودخلنا معركه الهروب، الرصاص في كل مكان، اول حارس بيقرب منهم بيموت بطلقه مباشره. ستيف بيقاتل الحراس اللي بيحاولوا يمسكوه وبيقتلهم بوحشيه. ارثر بينط من الشباك ويهرب قبل ما الحراس يحاصروه. الحراس بيهاجموا ستيف لكنه بيتصدى ليهم ويقتلهم واحد واحد، وفي اللحظه الاخيره بيربطوا نفسهم بالحبال وبينطوا من المبنى من ارتفاع عالي. الحراس بيطلقوا النار عليهم لكنهم بيقدروا يهربوا وسط الزحمه. وهنا نكتشف الخيانه، ارثر بيشوف سيباستيان في المطار والمفروض انه ميت. ارثر بيركب معاه في نفس الاتوبيس وبيقعد يكلمه ازاي انت لسه عايش. باستيان بيكشف الحقيقه، بيقول له دين دفع لي فلوس عشان اقتل الفريق، وهاري كان شاكك فينا وعارف حاجه كبيره فكان لازم نخلص عليه. ارثر بيحس انه اتخدع، وفجاه القتال بيبدا داخل الاتوبيس. باستيان بيخنق ارثر ولكن ارثر بيقاوم وبيحدفه بره الاتوبيس، وعربيه ماشيه بسرعه بتخبطه وبيموت في الحال. الهجوم في البحر وموت رجال الدين. تاني يوم ارثر بيروح للبحر لكنه بيلاحظ ان الحارس مش موجود، وفجاه رجال الدين بيظهروا عشان يقتلوه. قتال عنيف في الماء، ارثر بيخطف مسدس واحد منهم ويقتلهم كلهم، وبياخد موبايل واحد منهم وبيكلم دين مباشره ويقول له بطل تبعت رجالتك انا جاي لك بنفسي. ستيف بيعرف الحقيقه وبيجهز للانتقام. ارثر بيتصل بستيف لكنه بيسمع صوت رجال الدين. ارثر بيقول له في مسدس في الكنبه اللي قاعد عليها. ستيف بياخد المسدس وبيقتل كل اللي حواليه. بعدها ارثر وستيف بيجهزوا كل الاسلحه ويحملوها على المركب. ستيف بيلقى مسدس ابوه وبيبدا يربط الاحداث. وهنا لحظه المواجهه، ستيف بيسال ارثر انت عمرك قتلت حد تعرفه؟ ارثر بيرد عليه وبيقول له ايوه. ستيف ادرك وعرف الحقيقه ان ارثر هو اللي قتل ابوه. وبعد كده هنروح لتعذيب الحارس الشخصي وفتح مكان دين. بيروحوا بيت الحارس الشخصي لدين وبيطلقوا عليه رصاصه في رجله ولكنه رافض الكلام. هنا ارثر بيهدده لو ما اتكلمتش هحط ايد بنتك في المفرمه. البنت بتصرخ وهو مش راضي يتكلم. ارثر بيضغط على الزر وبيبان كأن ايديها اتحطت في المفرمه. الحارس بينهار وبيعترف بمكان دين، لكن لما بيطلع ايد البنت بيكتشف ان ايديها سليمه وارثر كان حاطط قطعه لحمه بدل ايديها. وهنيجي للمكالمه مع دين وعرض ال10 مليون دولار. ارثر بيتصل بدين وبيقول له انت خدت كام مقابل قتل هاري؟ دين بيرد ببرود ويقول له 50 مليون دولار. دين بيعرض على ارثر 10 مليون دولار عشان ينسى الموضوع، لكن ارثر بيرفض وبيقول له انا جاي انتقم. دين بيحاول يهدده هعرض مكافأة لاي حد يقدر يقتله، لكنه فجأة يكتشف الصدمه، ارثر اصلا موجود في نفس المبنى. رجال الدين بيحاولوا يخرجوه بسرعه لكن هل هيلحق؟ المعركه الاخيره قربت تبدا. ستيف يسرق اتوبيس ويطرد كل الركاب منه، وارثر بيراقب دين وحراسه عبر كاميرات المراقبه، ومجرد ما يقربوا ارثر بيصدمهم بسيارته وبتبدا معركه شرسه، تبادل اطلاق نار عنيف. ارثر بيقتل عدد كبير من رجال الدين، وستيف بيستخدم الاتوبيس وبيصطدم في سياره الحراس، والانفجار بيقضي عليهم وستيف بينط قبل ما يتصاب. ارثر بياخد شاحنه ضخمه وبيصدم بها سياره دين وبيقلبها. دين بيخرج وهو لسه عايش، لكن ارثر وستيف بيخلصوا عليه نهائيا. وهنا نيجي للهروب ونيه ستيف الحقيقيه. ارثر وستيف بيهربوا بعد تنفيذ المهمه، وارثر بيقترح يختفوا في مكان جديد
لكن ستيف بيرفض، انا مش عايز ابطل قتل. ارثر بيلاحظ ان ستيف معاه مسدس هاري وبيعرف ان هو عاوز ينتقم. عند محطة البنزين ستيف بينزل يملى وقود لكنه بيكب البنزين عمدا على الارض، وفجأة يطلق النار على السيارة ويفجرها بالكامل. ارثر يبدو كأنه مات وسط النار واللهيب. وهنا هنيجي على الانتقام المزدوج وانتصار ارثر الاخير. ستيف بيرجع لبيت ارثر ويدخل سيارته الكلاسيكية وبيلاقي رسالة داخل السيارة مكتوبة من ارثر. لو بتقرأ الرسالة دي يبقى انا في عداد الاموات. وفجأة السيارة بتنفجر بالكامل وبيت ارثر نفسه بينفجر في نفس اللحظة. والصدمة الكبرى ارثر كان مجهز كل شيء واتنجى من الانفجار قبل وقوعه ويمشي بعيدا ويبدأ حياة جديدة تماما. لو الفيلم ده عجبك ما تنساش تعمل لايك وتسيب لي رأيك في التعليقات واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيلم جديد يا اصدقائي، سلام.